نعمل مع بعض طبق الفول ابو شنب ده اللي انتوا شايفينه. حبة فول بقى هتقولي عليهم يا ليل يا عين، وفي منتهى السهولة ومنتهى البساطة. وهتحطيه على الحلة، على حلة البوتاجاز، على حلة البوتاجاز. هتحطي الحلة على البوتاجاز من هنا لحد الصبح هيكون استوى. وبجد هيطلع في منتهى الجمال ودايب، ولا تفكري تشتريه تاني من بره. وبعدين هينفع بقى جوع نص الليل، جوع اول الليل، زي ما يكون هتطلعي طبق وتاكلي جنبه شوية لفت والف هنا وشفا. طيب يلا بقى نبدأ. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنخش على التفاصيل. أول حاجة هنجيب نص كيلو من الفول، يكون فول تدميس. هنقول للعطار عايزين نص فول تدميس، أو هوريكي شكل الفولة عاملة ازاي عشان تجيبي زيها بالظبط. بلاش تجيبي الفولة الصغيرة اللي لونها بني، دي ما بتكونش كويسة وبتكون قشرتها تخينة وما بتبقاش حلوة في التدميس. طيب طبعا شفتوا، نسيت اقول لكم على الشنب البصل اللي انا كنت عاملاه ده. كنت بحاول اعمل لكم جرنش يعني. بصي شفتي شكل الفول عامل ازاي. هنجيب بولة غويطة ونحط فيها نص كيلو الفول وننقعهم ونزود عليهم مية تكون فترة. أول مرة هنسيبهم ساعتين في مية فترة، وتكون مية تغمره كده، يعني يكون هو متغطي بالمية بزيادة. تمام. وبعد ساعتين هنغير المية ونحط مية سخنة بتغلي ونغطي عليه، وبرضه نسيبه من ساعتين لثلاث ساعات. وبعد كده هنجيب حلة ونحط فيها الفول ونحط عليها مية مغلية برضو، بس هنزود بقى كوباية من العدس أو بما يعادل 150 جرام. وكمان هنحط نص كوباية رز أو بما يعادل 60 جرام. تمام. وبعد كده هنوطي عليه خالص زي الشمعة. لو عندك شياطة حطيه فوق الشياطة، وتزودي المية، تبقى المية فوق منه. أهم حاجة المية تكون فوق منه حوالي عقلتين أو ثلاثة. وكل ما تحتاج ميه حط لها ميه تكون سخنه. اهم حاجه ميه سخنه عشان ما تبوظش الفول، هيطلع معاكي زبده وزي الفل. ولا تحطي كركم ولا ليمون ولا اي حاجه. الليمون على فكره لما بتحطيه على الفول بيحمضه، لو سبتيه بره نص ساعه عبال ما يهدى بيكون طعمه وحش وبيديله سنه مراره. طيب هنيجي بقى نعمل خلطه الطحينه. هنحط معلقتين من الطحينه ونص معلقه ملح وكمان عصره ليمونه، وهنحط عليهم نص كمون. عندك بقى شوية كزبرة وعندك شوية ده هيما بيسلم عليكم، وشوية بابريكا حطيهم وقلبي كل الحاجات دي. تمكسيها كويس وبعد طيب استنى. وتمكسيهم كلهم كويس وتنزلي عليهم. استنى. تنزلي عليهم بعد ما الفول يكون سخن. وبعتذر جدا 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 اللي انا بقوله ده وعلى عدم التركيز. بصي بعد ما تكوني عملتي كل ده ما تنسيش اللايك والكومنت.